انا بحب اعمله في البيت. اهم خطوة ان اللبن يكون دسم. لو مش بنحب اللبن دسم قوي يبقى هنستخدم لبن بقري زي ما انا استخدمت كده لبن بقري. هنغليه في حلة ستانلس ستيل وبعد كده نسيبه يبرد تماما تماما. بعد كده اكون محضرة علبة زبادي تكون مضمونة برضو، وهقلبها كويس قوي، وبعدين هضيف لها معلقتين كبار من اللبن، وبعدين هقلبهم تاني كويس قوي. انا عايزة هنا القوام بتاع الزبادي واللبن يكون ناعم جدا، ما يكونش فيه اي تكتلات زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هروح مرجعاهم تاني للبن واقلبهم كويس. شايفين القوام بتاعه هو ده. هقلبهم بعد كده اكون محضرة القوالب بتاعتي اللي انا هصب فيها الزبادي، ويكون كمان عندي فوطة كويسة نظيفة يعني علشان الموضوع ده. انا هنا تقريبا خلصت مليت كل القوالب بتاعتي. بعد كده هجيب صينية كبيرة تستوعب كل القوالب دي، وبعدين احط فيها مية، والمية لازم تكون بتغلي مش سخنة، لازم تكون بتغلي. وبعد كده هحط فيها قوالب اللبن الزبادي بتاعتي وارصها. لو ما قضتش يبقى لازم نجيب صينية تانية على مقاس القوالب الباقية ونحط فيها برضو مية بتغلي، ونعمل فيها اللي احنا عملناه في الصينية الاولانية. انا هنا الحمد لله كفت كل القوالب بتاعتي. بعد كده بقى هجيب صينية ستانلس ستيل كده برضو تكون نظيفة يعني كويس قوي، وبعدين هضيف هحط عليها الفوطة هنا علشان هتخلي المية السخنة تقعد فترة طويلة، وكمان الزبادي ما يفصلش مننا. بعد 6 ساعات او 7 ساعات كده ده شكل الزبادي بتاعي. الحمد لله ما فصلش، ما كونش مية فوق الوش، وزي ما انتوا شايفين كده شكله متماسك الحمد لله. يعني طلع مظبوط 100%، بالرغم ان هو ده لبن بقري يعني الدسم بتاعه قليل، بس علشان لبن فلاحي ومضمون 100%. انا كنت بعمله وانا مطمنة. هنا خلاص بقى انا هطلع القوالب بتاعتي، فانا همسح مكان المية عشان هحطها فوق بعض زي ما انتوا شايفين كده. هخلصهم كلهم، وبعد كده هروح جايبة اطباق صغيرة كده واروح مغطية القوالب بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هوديها ادخلها التلاجة تقعد كده يوم كامل كده في التلاجة. يعني انا دخلتها من بالليل، وبعد شوية النهاردة كده بعد الظهر كده رحت خرجت الاتنين دول من التلاجة كده، خدتهم عينة عشوائية علشان اوريكم الشكل الزبادي بعد ما جمت في التلاجة. اولا مفيش اي مية، الجوانب بتاعته متماسكة. انا هميلهولكوا اهو، يعني انا هزيته ورجيته علشان يعني ايه تعرفوا مدى التماسك بتاع الزبادي. مظبوط جدا جدا، وكمان القوام بتاعه متماسك جدا وبيلمع كده وفيه لمعة خفيفة، وزبادي خفيف يعني الدسم اللي فيه كمان مش كتير. انا كمان دلوقتي هاخد معلقة منه وادوق طعمه. شايفين الجوانب بتاعته متماسكة ازاي، مفيش ولا نقطة مية. انا كده خدت معلقة اهو، ناعم قوي وطعمه كان لذيذ جدا. هاخد كمان معلقة تاني واطلعه علشان نشوف فيه مية ولا لا. حتى لو كان فيه مية فدي انزيمات برضو حلوة جدا، جربوه وبس كده.